السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أخواتي العزيزات الغاليات، كيف راكم؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال. عواشر مباركة، الله يدخلها عليكم بالصحة والسلامة. كيف عودتكم دائما أنا مع الصابلي وحلويات اللوز. اليوم في السلسلة ديال الصابلي غادي نشارك معكم هذا الشكل هذا. اليوم غادي ندير معكم طريقة بسيطة، والعجينة غادي نعجنوه اليوم غير بيدينا، ما غنحتاجو لا ماكينة لا عجانة لا والو. وفي نفس الوقت هاد الصابلي ممكن تسرحوه بالماكينة ديال الشباكية، يعني بالماكينة يتسرح بالماكينة، ما تحتاجو لا مدلك وما ياخدش منكم الوقت. وغنديروا مقادير قليلة وفي المتناول، وإن شاء الله نتمنى ينال الإعجاب ديالكم. وما تبخلوش عليا بالتعليقات ديالكم، بالتشجيعات ديالكم، ولا حتى الانتقادات ديالكم. كل شيء مرحبا بكم. تابعوا معايا الفيديو حتى الآخر، ونتمنى ينال الإعجاب ديالكم. أول غادي حاجة ناخدو أول القصريه حاجة البنات كامل بحرية. حريتكم. الزبدة غادي الزبده نحتاجو غندير 250 معكم غرام. رابعه ديال الزبدة شو ديال هذه هذه نص خاصة كيلو ديال ديال الزبده انا الحلويات. غندير رابعه انا ديجا ديجا قلت قلت لكم لكم قبل 250 فاش غرام تلقاوها، وهذه ديال الزبده ديال الزبدة الحلويات. هذه هذه خاصة قليله ما بالحلويات فيهاش الماء البنات. بزاف، يعني كتخدم لجميع انواع الحلويات. كتمشي لعند غادي ندير بالنسبة في المغرب 250 غرام كتمشي لعند ديال الزبده. لهداك اللي تيبيع الانواع غادي ناخد السنيده، المقادير ديال ممكن ديروا الحلويات سكر لكامل كلاصي، ممكن الانواع. ديروا سكر كتاخدين سنيده. عنده زبدة كاس ديال معمر الحلويات ديال سكر راها سنيده، والحلوى معروفة كتبقى اختياريه، كتعجبنا، ما البنات. كيكونش فيها واحد المادة هنا كثيرة ديال، ما الفاني، كتكونش فيها واحد. نتوما والذوق ديالكم بغيتو ديروا الفاني بودر، هاد الفاني اللي فحال السنيده الاختيار ديالكم. بالنسبه للزبده كتكون بدرجه حراره المطبخ، ما تكونش بارده البنات هنايا، لانه غادي نعجنوها بيدينا. هي اصلا كتكون شويه شاده في راسها، هاد الزبده هذه اللي كتكون هكا المانغارين ديال الصابلي. كتكون راه مكتوبه فيها باتيسري، مكتوبه فيها البنات باتيسري، الزبده مكتوبه فيها باتيسري. ما تاخذوش الزبده ديال التوريق ولا ديال شي حاجه اخرى، لانه كتكون فيها واحد النسبه، راه كتقراو كاين فرق 20% ديال فيها واحد الماء. كتكون نسبة قليلة، وهذه فيها نسبة قليلة. ما داك الصابلي ملي يدخل الفران ما يدارش ليكم، ما يجيش يدي فورمه. كتشوفوا بدرجة حرارة المطبخ عفوا. تان تعجنات نعجنها غير بيديا شوية، واحد الربيع كاس، شفتوا كاس العبار ديال كاس العنبة، وبيضة كاملة. وغادي نشد تاني قبيصة، ندير قبيصة ديال الملح. وهاد المقادير حتى نميلونجيها مزيان مزيان مزيان. نبقى ندلكها بالكف ديالي هنا فين خاصها تعجن، ما تبقاش لكم الطريفات ديال الزبدة. واخا يبقاو، ولكن ما يبقاوش كبارين بزاف. وهاد الزبدة ما تخافوش منها. في المغرب راه تقدري راها كاينه عند البائع ديال اللي كيبيع المواد ديال الحلويات، غير هي قراي فيها باتيسري اختي، ما تقرايش ديال التوريق ولا ديال شي حاجه اخرى، قراي فيها باتيسري كويزين، راه كاينه. غادي نستمر بهذه الطريقه حتى تبان لكم ولات بحال البوماد كيف ما كنعجنوها في العجانه. هنا عندي 500 غرام ديال الدقيق، وهنا غادي نبدا نخدم غير الاصابع البنات. رابعه ديال الزبده درت فيها 500 غرام ديال الدقيق بالضبط. كيلو عفوا 500 غرام ديال الزبده، يعني نص كيلو كندير فيها كيلو ديال الدقيق. اما 250 غرام ديال الزبده تندير فيها 500 غرام ديال الدقيق. شوفوا غادي ندخلها كامله، هاد الدقيق كامل غادي نديرو، ولكن غادي تبقى شويه مطلوقه. ما تخافوش منه، ما تزيدوش الدقيق البنات، عندكم تزيدوا الدقيق لانه كينشف الصابلي. راه فاش غادي نديروه في الثلاجه باش يشد في راسو، فاش غتبغي تخدمي به غادي تلقايه نشف. وهذيك الروتور اللي فاش كتقطعي الصابلي وداك الشياط اللي تتشيط، يعني غضطري انك تلوحيها لانها غتولي تشرتت ليك. اما الا كانت هكا العجينه مطلوقه ما تخافيش منها، دخل الثلاجه غادي تشرب. فاش غادي تخرجيها تخدمي بها بخاطرك، وحتى داك الشياط غادي تعاودي تخدمي بها وتعاودي تخدمي بها حتى تساليها. وانتم غتشوفوني حتى الاخر. شوفوا اخر عجينه غادي تبقى ليا غادي نخدم بها، حتى حاجه ما كتشيط. وهكا كنجمعها بالاصابع ديالي وغادي ندخلها للثلاجه. قلت لكم على الاقل شوفوا راه مطلوقه،
ولكن شوفوني غنخرجها كيف غادي تكون. راه مطلوقة على الأقل ساعة ولا ساعة ونص، هذه القليلة. أما أنا تنعجنها اليوم وغدا عاد تنخدم بها، والصابلي قد ما بات في الثلاجة قد ما مزيان، يعني غادي يعاونك انت في الخدمة، والدقيق كيشرب، وحتى السنيدة كتطلق كيجيك مذهب اللون ديالو. غندخلو للثلاجة من بعد. شوفوا البنات، يعني راني بيتو ليلة كاملة، أنا راني عجنتو فحال البارح واليوم عاد كنخدم فيه. شوفوا باردة العجينة، كنخرجها باردة. ناخد القياس ديالي كويرات صغار، دير كويرات صغار على حساب اللي غادي يديروا اللي يدوزو في هذيك الماكينة الوراقة. ونزيدكم حاجة أخرى البنات، تقدروا ترحوه في الطبلة بلا بلاستيكة بلا، يعني وهزوها بيديكم بحال اللي كتهزو عجينة. شوف ما تقطع ما تفرتت ما والو، عجنوها بعينيكم غمضين. هنا تنحاول نسرح شويه باش يدوز ليا في هذيك الماكينه، وكتشوفوا في نفس الوقت كندير الدقيق. واخا تعطيه الدقيق قد ما عطيتيه ديال الدقيق ما غاديش يخسر لك البنات. هنا دازت ليا اول وحده خليتها غليظه، غادي نعاودها. وشوفوا فاش غادي نورقها، نحاول نقطع لانه الوراقه عندي يعني مازال بارد. خاصك دوزي بالطريف بالطريف. شفتوه كيفاش رقيقه البنات؟ دوزي وبالنسبه للارقام في هذيك الوراقه اللي كيسولوني البنات، هاد الوراقه فيها الانواع. انا عندي غير النمره واحد رقيقه بالنسبه للصاولي، كنديرو في النمرة واحد، في هذيك الواحد في ما تنحرك لا النمرة جوج لا النمرة ثلاثة. إلا درت لاباط ديال الكعبة اللي كنديرها في النمرة جوج، وما بين جوج وثلاثة ولا ثلاثة. يعني صابلي تنخليه في ديالته في هذاك الشيء علاش كنحاول أنني نورق أنا بين مدلك شوية، سينو ما غاديش دوز ليا. شفتو كيفاش دازت فرتة، يعني العجينة جاتها غليظة فتفرتات ليا. خاصني ندير في هذيك النمرة ما تنحركهاش، يعني في النمرة واحد. وكاينه في وراقه واحده، كاينه واحده اخرى عند ماما كاين في شكل اخر، تندير حتى النمره جوج حتى النمره ثلاثة في الصابلي. مي هذه اختي كندير فيها غير كنخليها في النمره ديالها. شفتوا الصابلي ديالي كيفاش كيجي؟ التوريق ورقوه في الوراقه كيجيكم ساهل، ولا كان بارد البنات كيعاونكم مزيان، كيعاونكم. انا نفضل انكم تعجنوها اليوم والغد ليه جبدوها وسرحوها فيت في ما كاينش. هنا كان كيتسرح لكم الصابلي وكيعاونكم حتى في الخدمه، ملي تبداو تقطعوا فيه يتهز لكم بسهوله لانه العجينه بارده. وسرحوها. انا درت هاد الورقه نشرب قهوة في نفس الوقت. وشفتوا الصابلي اللي كنخدم راه نفس العجينة اللي تنخدم بها. هذا ديال العيد اللي فات، وانا تنخدم الصابلي ديال العيد الأضحى. هذا العيد ديال، شوفوا الصابلي بقى عندي من العيد الفطر، وراني شاركته معاكم وشاركت معاكم التعليكة، وشوفوا كيف بقات. وهنا تنشرب به قهوتي، وفي نفس الوقت كنخدم في صابلي آخر في العيد الكبير، هذه في العواشة ديال العيد الكبير. وشوفوا كيفاش كيبقى. كيبقى لكم كما كنقول لكم الصابلي كيبقى مده طويله البنات. هذا الصابلي هذا تيبقى لكم مده طويله، غير تحكموه في سطيله ولا في بواطه كتسد مزيان تيبقى لكم شهر وزياده. والتعليكه ما تخسرش، تتبقى هي ما تتنشف ما والو الا تبعتوهم. هاد التعليكات اللي كنديرو، كاين اللي كيديروا داك التعليكه ديال الجليكوز كدوز عليهم واحد المده كيقصاحوا. راه ماشي ما جربتهمش حتى انا دوزتهم، وداك الشيء علاش كنحاولوا نديروا تحسينات على في هذوك التعليكات. يعني ديال الجليكوز باقينا درناها كدوز غير واحد المده ديال 15 يوم. على الصابلي صافي خاصك تلوحيه لانه تعضيه. فاش تعضي العضه ديالك كتلقايه الوسط قاصح هذاك الجليكوز. ولا نحاولوا نخفوا الجليكوز بشويه ديال العسل والناباج، هذا هو الحل. ولكن انا تندير هاد التعليكات ديال الكونفيتير كيجوني ساهلين. تقدري تلونيه لان الكونفيتير ديال المشماش تقدر ليه اي ملون وكتبدل، يعني كلمه الكونفيتير ديال المشماش كيكون مطلوق. ايوا غادي نستمر اختي على هاد العجينه ديالي حتى نكملها كامله. وبالنسبه للاطا فرشت لها هاد الشيء الباط هادي هكا باش يجيني انا الوجه. غنخليه هو هذاك اللي كيكون لتحت دابا، هو اللي غيكون الوجه.
وهاد الوجه ديالو الفوقاني غيكون هو لداخل، يعني ما غاديش يجي باين حتى للآخر، وغادي تشوفوا تابعوا معايا حتى للآخر وغادي تشوفوا الطريقة كاملة. نتمنى البنات بصح أنكم تجربوها تعجنوه، صابلي ما تخافوش منه. الأغلبية تنشوفهم في لي réseaux sociaux كيلوحوا لاباط ديالهم، كيشوفوا هاد التجربة فين ولات كيلوحوا. أنا ما تنبغيش الأخوات تضيع المقادير غير هكاك، راه كلشي بثمنه وفيه الخدمة وتضربي عليه تمارة وفي الآخر تلوحيه ما يصدقش، لا ما نبغيهاش. وأنا كنحاول أنني ما نقطعش من لا فيديو، وحاولت نسرعه ب في كاع يعني حاولت نسرعه بما يمكن في أسرع وقت باش تشوفوا، ولكن ما بغيتش نقطع منه لأنه كلشي يدوز على عينيكم تشوفوه. في التقطاع ديال البوربياس هاد المرشم هذا نتوما الاختيار ديالكم نتوما اللي بغيتو. انا اختاريت هكا المرشم لان عندي ديال الشوكولات، هذاك الكارو ديال الشوكولات اللي غنديرو، انا غندير فيه الشوكولات وغندير التعليكه ديال الكراميل. ما قلتهاش لكم من الاول. نخلي لكم المفاجآت كل مره نقول لكم شي حاجه شويه باش تستمروا معايا وتكملوا معايا لا فيديو. ونخليكم مع التتمه شوفوا العجينه البنات اللي شاط ليا الاخر. قلت لكم داك الشويه اللي غادي يشيط حتى الاخر، الشياطه اللي غادي تشيط ليا غادي ندوزها، ما نقطع حتى شي حاجه من لا فيديو، وغادي شوفوا كيف كيصدق ليا. وعلى فكره كيخرج بزاف البنات، راه رابعه ديال الزبده راه خرجت ليا تبارك الله. بواطه عامره، يعني كافياك انها تبقى لك. وانا ديما كنبقى مع اخر وحيده، شوفوا ونزيد نرققها شويه بالمدلك باش تخرج ليا اخر صابلي، اخر حبه. شفتوا اللي شاط ليا؟ ايوا هذا هو الصابي ديالي، ها اللي خرج ليا. غادي ندخلهم الفران. الفران يكون مهيل البنات الشميعه. انا حتى كندخلهم الفران عاد فاش نشعل باش الفران يكون شميعه، شفتوا بحال الشميعه. ونديروا الفوق. انا عندي الفران فيه جوج طبقات الفوق على الطبقه التحت، انا تندير جوج طاوات الفوق. وسبحان الله ديك الفوقانيه كتحمر بوحدها بلا ما نهبطها لتحت، ولكن كنحاول نهبطهم يجيو في هذا اللون مذهبين. شفتوا الشكل ديالو كيف جا؟ كيجي اللون ديالو مذهب فاش كتطلق السنيده. دابا كنحاول ان عندي واحد الجنب في الفران ما تطيبش، يعني الحاشيه ماشي اللي على الباب، اللي هي اللي كتكون على التيو ديال الغاز ما كطيبش، لان ما دايراش العافيه تما. كنحاول ناخد لي طابو ونزيد هذوك اللي ما طابوش. بالنسبه للتعليكه البنات غادي ناخدو كاسرونه. التعليكه هي ديال الكراميل، كاس ديال السنيده، ونخليوه يولي كراميل وما تحركوش وعندك وتخليوها تحرق بزاف راه يجيكم مار. ردوا معاه البال. جربت الاولى وحرقتها وجاتني ماره في الماكله في المذاق ديالها. عاد فاش درت الكاس الثاني وانا قلت لكم لا صورت شي حاجه ولا درت شي حاجه وما صدقاتش نقول لكم ما صدقاتش، وضيفوا اللي درت اول كاس وخرجت تحمر بزاف. نقصوا عليه البوطه فاش تبان لكم بدات كتحمر، نقصوا البوطه وما تحركوش، حركوا غير بالكاسرونه، يعني ديوها وجيبوها هكا الكاسرونه حركوها باش تتحرك. غادي نحتاجو كاس ديال السنيده والشوكولات الابيض، وجوج معالق كبار ديال الزبده، جوج معالق كبارين نيت، يعني جوج معالق كبار ديال الزبده، اي زبده اي نوع عندك في الدار تقدر تخدمي به غير باش تطلق لنا ديك التعليكه تجي مطلوقه. الشوكولات حتى هو على قياس، على انت والتعليكه ديالك، بغيتي يكون قاصح بغيتيه يكون مطلوق غتزيدي الشوكولات القياس اللي بغيتي. بالنسبه للحليب المركز المحلى تقدري تعوضيه اختي بدانون مسوس. شفتوا فاش تبان لكم كتحمر البنات هكا، حركوا غير بالمقيله ما ديروا حتى شي حاجه، هكا تحركت غير تحرك. وهذا عاد فاش نبداو نحركوا فيها ونقصوا البوطه لانه في المره الاولى تحرقات ليا. وحتى هذه شفتوها في الجنب صافي ها هي دارت، نحيدها صافي. دابا ملي طابت هذيك نلوحوا فيها، نحيدوها على البوطه لانها غتبقى طيب. نلوحوا هذيك الزبيده جوج معالق كبارين، انا كندير عيني ميزاني لانه غادي نخلي غير هذيك باش تطلق. شوفوا واخا تبان لكم آه
كيفاش نقول لكم، غادا تكور لكم واحد التكويرات حيتاش السنيده هذيك طايبه، راه خاصها تحركوها بالزربه، ديروا الفوي. وبالنسبه للحليب المركز المحلى كيف قلت لكم تقدروا تعوضوه بدانون السوس، وما تخافوش منه مني غادي يكور لكم في الاول. شوفوا بالزربه كنحرك بالزربه وندير في الحليب المحلى. قلت لكم ما عندكمش اختي تقدروا ديروا دانون مسوس، غير دانون مسوس واحد كافي في كاس ديال سنيده. في الاخر تزيدوا الحبات ديال الشوكولات نتوما وقياسكم، كيف ما قلت لكم تزيدوا الشوكولات كيف ما بان لكم نتوما عينكم ميزانكم البنات، عينكم ميزانكم. غادي نحرك هادشي، وفي نفس الوقت راه البوطه عافيه مهيله باش ما يجيناش صابلين تل. في الاخر غادي نزيد انا زدت بلاكه واحده ديال الشوكولات بيضه وصافي، ونخليو هاد التعليكه ديالنا هكا. طفيت البوطه ونحرك والتعليكه ديالنا ها هي واجده. مني غتبرد غتجي يا البنات كتجي رائعه كراميل كراميل. وكيبقى التعليكه اختياري ديالكم، ديروا اللي بغي، ديروا اي تعليكه عجباتكم، اي تعليكه كتبغيوها. الصابلي ديالنا ها هو. انا لاقيت هذا قبل، لاقيته هنا. باش التلصيقه كنديروا يا اما كيف ما قلت لكم العسل والشوكولات الابيض، حتى هو خاصو يطيب فوق البوطه. سبق لي شاركت معكم بزاف المرات العسل، كاس ديال العسل وديروا معاه الشوكولات الابيض القياس اللي بغيتو، فاش كيبرد كيكون هكا معلك. وهذا كيبقى بحال هكا البنات، واخا يبقى عليه الشهر كتبقى بحال هكا التعليكه، ما كتنتلش، ما كتخليش الصابلي ينتل، لان دازت فوق البوطه العسل، داز فوق البوطه. وفي نفس الوقت الصابلي كيبقى مقرمش، كيبقى مرمل. وها هي التعليكه اللي درت معكم في الاخير، شفتوها جمعتها في هاد الحكيك هذا. وغادي ندير بالنسبه لي انا درت هاد الشوكولات، شوكولات خلطت الشوكولات الكحل مع شويه ديال الشوكولات الابيض باش يعطيني هاد لاكولور هادي. وعمرت هادوك السيليكونات اللي على الشكل الكاري بحال هكا، وكيكون فيهم الفراغ الوسط. باغا ندير الكراميل الوسط وندير هذيك الشكيليطه حتى هي نغطي بها، كيجي كراميل، كيجي صراحه واعر، ما نكذبش عليكم، كيجي زوين 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 بزاف. وغادي نزوق بالورد في الاخر. كيبقى الاختيار ديالكم، ديروا حبيبات ديال الشوكولات، ديروا اي شكل بغيتو ديروا الفخوي الساك. انا درت غير وريقات ديال الورد. وهذا هو الصابلي ديالي. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم وتشاركوا معايا انتقاداتكم وتشجيعاتكم وكل شيء. مرحبا بكم، وبالناس جداد مرحبا بهم، حتى هما كنشوف القناه ديالي كيتزادوا فيها ناس جداد. مرحبا بكم ومرحبا بكل الاخوات وكل الامهات، مرحبا بكم. ونتمنى فعلا نكون عند حسن الظن، ونلقاكم ان شاء الله في فيديو قادم مع وصفة اخرى ان شاء الله. بسلام عليكم.